هما الناس كانوا بيصحوا في مواعيدهم ازاي قبل المنبهات؟ قالك يا سيدي إن قبل اختراع المنبهات كان في ناس وظيفتهم إنهم يعدوا على البيوت علشان يصحوا كل واحد في الميعاد اللي هو عايز يصحى فيه. فلو انت عايز تصحى الساعة 7 الصبح مثلا، هتلاقي واحد بيعدي تحت بيتك الساعة 7 وعمال يغني بصوت عالي جدا أو يخبط زي المسحراتي علشان يصحيك. بس للأسف الطريقة دي كانت بتصحي المنطقة كلها في نفس الميعاد، والجيران كانوا بيتضايقوا. ده غير إن الراجل اللي جاي يصحيك ده واخد حق صحيانك انت لوحدك، مش صحيان كل دول. يعني الطريقة دي جاية على جيبه وحنجرته بخسارة. علشان كده أصحاب الوظيفة دي قرروا يغيروا أسلوبهم، فبقوا يخبطوا على شباك كل واحد 3 أو 4 خبطات بعصاية طويلة، أو يستخدموا عصاية مجوفة ينفخوا فيها حبات بسلة على الشبابيك. والله الناس كانت بتصحى على صوت خبطة البسلة. طبعا بتقول لنفسك دلوقتي، طب مين اللي بيصحي الناس اللي بيصحوا الناس دول؟ الحقيقة إن الموظفين دول كانوا ما بيناموش مع باقي الناس أصلا، فكانوا بيفضلوا صاحيين طول الليل، وبعد ما يصحوا كل العملاء ويخلصوا شغلهم بيروحوا بيوتهم ويناموا.